اليوم تنحضروا في هذا المعرض هذا اللي هو معرض ديالي. المناسبه هي ذكرى غاليه على المغاربه كاملين من طنجه للكويره. واخا باش نقربوا المشاهدين سي جمال، انت جمال العطام مستشار جامعه تماره، قبل ما نكون مستشار فنان تشكيلي فنان تشكيلي، ولكن هذه سابقه في اوانها السياسه والتشكيل. يعني الموضوع مهم بزاف، لان علاش تنرسموا حنا باش نبلغوا رساله، وغالبا الرسام تيكون حامل رساله، حامل فكر، حامل افكار كثيره، وبالتالي بغاونا كره ان الفنان تدير السياسه. الفنان ما تيرسم شي حاجه راه واخا ان هي فن وجماليه، ولكن تيبغي يمرر واحد الرساله من غير تعبر على الواقع المغربي. بالنسبه لنا حنا تنشوفوا بان ممارسه العمل السياسي بحد ذاته يعتبر فن، لان ان تمرر رساله او تدافع على قضيه فراه ما يمكنش تكون فنان تشكيلي بلا ما تكون تدير السياسه، والسياسه يمكن يديرها اي واحد، اي انسان. سي جمال، انت شاركتي في عده معارض خارج ارض الوطن كما شار لها الصديق ديالك. بالنسبه لمدينه تماره، واش اول تجربه مدينه تماره ولا ثاني تجربه او ثالث؟ مدينه تماره منذ سنه 1992 وانا تنعرض مدينه تماره. مدينه تماره تعتبر هي المدينه الام ديالي، المدينه اللي ترعرعت وكبرت فيها وقريت فيها وتعلمت فيها، والفن ديالي بان في مدينه تماره. شاركت معارض بزاف في الخارج، كانت اخرها ابوجا من نيجيريا، كانت في تونس، كانت يعني في فرنسا، في اسبانيا، يعني في عدد بلجيكا، عدد من الدول اللي شاركنا فيهم، وكانت معارض ناجحه. علاش كنا ناجحه؟ لان كنا بمثابه السفراء ديال المغرب، ديال القضايا الترابيه والقضيه الوحده ديالنا. حنا بالنسبه لنا أنا تنقول بأنه اليوم نحتفل كمغاربة كفنانين تشكيليين. شعاري شنو هو أن الفن في خدمة الوطن، هذا هو الأساس، وأن يكون الفنان يكون عنده واحد الرسالة لفائدة المجتمع، ماشي المجتمع المغربي ولكن المجتمع الدولي بشكل أو بآخر. لأن أكيد بأن استكمال وحدتنا الترابية ما جاش هباء، وإنما جاء بناء على مسيرة قام بها 350,000 نسمة. وبالتالي احنا بالنسبه لنا تنشوفوا بان المسيره ديال 1975 والمسيره ديالها ديال 2023 هي استكمال المسيره النمويه، وتنشوفوا بانه هذا الشيء هذا ما يمكن نقولوا لسيدنا الا هنيئا لك بهذه المسيره، وهنيئا لك بهذه الذكرى 48، وهنيئا للشعب المغربي من طنجه للكويره. العطار جمال كفنان تشكيلي الان قبل ما نكون تندير السياسه، لانني انا تندير السياسه في احد الاحزاب العتيده اللي هو حزب استقلال منذ 1983 وانا طفل، في التربيه والتخييم، ثم الشبيبه المدرسيه، ثم الشبيبه الاستقلاليه، ثم حزب الاستقلال. انا يعني تنشوف بان السياسه بالعكس جات فتحت لي افاق في الفن التشكيلي ديالي، في العلاقات ديالي، وكذلك في الرؤيه ديالي للمشاكل اللي يمكن نحيط بها كفنان تشكيلي. واخا سي جمال، حنا كنعرفوا سي جمال بكون ابن المنطقه عنده واحد الهوايه ثالثه اللي موهوس بها وكيحضر جميع المهرجانات ديالها وكل شيء. اللي جا المعرض وشاف غيلقى بان التبوريده حاضره. التبوريده انا نقول واحد القضيه، التبوريده ورثناها على الاجداد ديالنا، والان تنورثوها لولادنا، لان التبوريده هي تراث عالمي لا مادي الان كما صنفته اليونسكو، وتنشوفوا بانه التبوريده تيخصها نورثوها لولادنا، وتيخصها تستمر. التبوريده ما عندهاش واحد الاجل محدود، لان احنا الوحيدين في العالم الذين نمارسوا هذه الهوايه وهذا الموروث الثقافي بهذا الشكل هذا. وبالتالي راه ما يمكنش تنتظر. حينما نتحدث عن دوله، عن امه، عن مملكه ديال 12 قرن، راه عندها تاريخ، وهذا التاريخ هذا ما يمكن له يكون الا ايجابي. او شيء جميل هو اننا باش يمكننا نجلبوا السياحه، راه ما يمكن نجلبوا السياح الا بالفنون التشكيليه. سي جمال، بالنسبه للفنون التشكيليه وحنا عارفين الصعوبه ديال تبارك الله، كنشوفوا هاد لي طابلو واحد الاثمنه ليه بسيطه جدا. ربما سؤال محرج شويه، واش كاين شي دعم؟ واش كتشوف بان الفنان التشكيلي واخد حقه في هذه البيريود هذه؟ وشنا حتى هذا الفن ما بقاوش كيتعطاو ليه الناس بزاف، الا الناس اللي كتنقولوا اللي عندهم واحد الهوايه اللي كيمثلوا المغرب خارج ارض الوطن وتيحيوا التراث ديال البلاد. والسي جمال كيحس بان هذا الفن التشكيلي ما واخدش حقه. اولا الفن اللوحه التشكيليه ما عندها ثمن، انا تنقول هذا السؤال تطرح لي قبل تقريبا شي 5 دقائق، طرحوا لي بعض الاخوان ديال الاثمنه شتا ناقصه شويه. علاش منقص الاثمنه في الوقت اللي ممكن انا تطلب اثمنه كثيره؟ كان جوابي واضح، انا تنشوف القدره الشرائيه. شنو الهدف ديالي؟ انا ما يمكنش نطلب 20,000 درهم في طابلو،
انا عارف القدره الشرائيه للمواطن. الهدف ديالي هو انني انا خصني ندخل للدار ديال كل مواطن مغربي. وقضيه اخرى، احنا ما عندناش ذاك الجشع ديال انني خصني نبيع بواحد الثمن كبير. انا خصني اليوم، لان عندي دابا مثلا المرسم ديالي فيه واحد 80 لوحه، الا بقيت طالب هاد 20,000 درهم في اللوحه غادي يبقاو عندي، لان ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يجي يشريها. تنقول انا والله ما نقص الثمن ونحيد المصاريف ديال هذا الشيء اللي تنخسر عليها، ولا بقات لي واحد شويه الهامش. على كل حال دارت الديور ديال المغاربه يكونوا فيهم اللوحات ديال فنان تشكيلي مغربي، ما يكونش فيهم دوك اللوحات ولا دوك التراث ديال الصين ودوك الشيء اللي تيجيبوا دابا. الان بالعكس سيمو دابا نتايا غدا تاخذ عندي لوحات ديال الدار ديالك، غدا انايا نموت يوليو اللوحات ديالي تيساو الثمن، تلقى عندك واحد الثروه عندك في الدار ديالك اللي هي لوحه. سمعنا الصديق ديالك لان ربما غنسبقوا الاحداث صرح لي بان في الكواليس قال لك سي جمال في باله واحد الخطه غيدير بحال شكل يعني مكتب او بيرو ويساعد الشباب باش ياخذوا هذه الفكره ديال الرسم ويسوقوا بالرسم او باللغه العاميه يتعلموا يرسموا كل شيء، وغيكون عمل تطوعي من عندك. هو العمل الان اللي تنهضروا عليه حنايا هو اننا تنهضروا على اساس انه ما يمكنش انا نهضر في السياسه شويه. السيد الوالي فاتح اوراش كبيره في المدينه مع المجلس، مزيان شيء جميل، لكن واش مدينه تمارا الساكنه ديالها محتاجه الطرقان؟ محتاجه غنديروا المرافق؟ لا، راه محتاجه ان نواكبوها بالثقافه اللي هي الموسيقى، الادب، حتى القراءه، المكتبات، المعاهد الفنون التشكيليه. انا نعطيك مثال بسيط. كيف يعقل اننا اليوم عندنا في هذه المدينه في 400,000 نسمه عندنا فنانات تشكيليين وعندنا اطفال ممكن يكون مشروع ديال الفنون التشكيلي، وعندنا دابا الان حنا متواجدين في المعهد الموسيقي، والمعهد الموسيقي عندنا وليدات الان في الموسيقى رائعين. اذا اردت ان تعرف مدى تقدم اي دوله ولا اي بلاد، انظر الى ثقافتها، انظر الى موسيقاها، اسمع الموسيقى ديالها، شوف الفنانين ديالها. الا شفتي اللوحات اللي كاينه الان هي كلها لوحات تعبر على التراث ديال البلاد. حنا ما دايرينش داكشي لابستري وداكشي الخيال والسورياني، حنا دايرين واقعي تراث بلادي. هذا المعرض الا مشى للخارج الناس يتسائلوا واش هذا الشيء كاين في المغرب؟ كاين في المغرب. مشيتي للمغرب غتلقى الابواب، غتلقى هذا الشيء ديال الهنديه، غتلقى التبوريده، غتلقى هذا الشيء ديال الاسوار، غتلقى هذا الشيء ديال هذا الشيء ديال القناوه، هذا الشيء كلشي غتلقاه. سي جمال، ما عمر كان شي دعم او شي ميزانيه لهذا المشروع هذا؟ شي دعم او ميزانيه؟ جامي في حياتي خديت شي دعم. انا علاش؟ انا تنبغي هذا الفنان، واللي بغيت نقول هو ان الفنان شنو عكس ذلك شنا شي جمعيات لا وجود لها ربما حنا بعيد عن الموضوع كيدعموا، ولكن بحال هادشي نورمال. الا عولتي على الدعم ديال الدوله ما كاين منه والو. اش تعطي الدوله بطاقه فنان؟ اش غندير بها باش ينقصوا لي 50%؟ ما كاينش دعم من المجلس؟ لا ما كاينش، زيرو درهم. زيرو درهم. ونزيد القضيه اخرى، الجمعيه دابا حنا اللي عندنا ما تناخذوش الدعم، لان تنقول لك بان حنا بالنسبه لنا فنان تشكيلي تيرسم ويصور وضع بالمال الخاص تيخصو يبيع. الا ما باعش، الا دابا عندي انا 80 وما باعش. السلام عليكم. شكيب مصباح، المهنه عادل ولكن تندير فنان تشكيلي. في الحقيقه جد مسرور بهذا الحضور ديالي في المعرض ديال الفنان التشكيلي، زعما بكل صراحه لوحات جد رائعه، وحتى الاثمنه جد مناسبه. يعني انا اللي بغيت نقول لك حاول يقارب مجموعه ديال المواضيع، يعني مدن وهذه القضيه ديال التبوريضه، وبالنسبه يعني التنوع تيبين عن الغنى على الغنى اللي عند هذا الفنان، وتيبان بانه عنده كثير ما يعطي. واهنئه بهذا المعرض الجميل بالالوان الجميله باللوحات المتنوعه الممتازه. هاد ديال الوادي الكام، هاد الصور ديال الودايه، يعني ايه في الجمال. تنقول له واش اول تجربه بالنسبه لسي جمال العظام هو كمستشار في جامعه تمارا؟ واش اول تجربه ولا عده تجارب؟ لا، هو دار معارض خارج المغرب، خارج ارض الوطن. وبصراحه باش يكون الانسان يزاوج ما بين العمل السياسي والفني، هذه تتبقى دائما واحد الحاجه اللي متميزه يتفرد بها، فهنيئا له. ومن كل القلب ديالي تنقول له مزيدا من العطاء، ولكن راك متألق ومبروك عليك. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.